قول لي الزمان ارجع يا زمان. زمان كان المصروف 4 جنيه، وبنصحى الساعة 6:30 وبنروح مشي للمدرسة. كنت تستنى أمك وهي تحط لك السندوتشات في الشنطة. كان عدد الحصص 7 حصص، وأكبر فرحة لما أستاذ يغيب ويبقوا 6 حصص. كانت الحيطان مكتوب عليها أسامينا، ورسمين عليها قلوب وأسماء صحابنا. كان الخوف من حل الواجب أكبر خوف، وكانت رهبة الأستاذ كبيرة. كان جرس المروح أكبر فرحة. كنا نجري علشان نطلع من الباب المدرسة زي اللي كان طالع إفراج من السجن. كنت أحط إيدي على كتف صاحبي ونروح. كانت ضحكتنا رأس مالنا، ما كانش للهم مكان جوانا. كان الواحد يروح تعبان ويرمي الشنطة على الباب وينادي يا أمي عاملة أكل إيه النهاردة. لما تكون زهقان تنزل تلعب في الشارع مع أصحابك. بس بتفضل أيام زمان دي ذكرى ما بتتنساش. ويا ريت يرجع زمان، كنا أحلى، كنا طيبين، كنا صغيرين. ويا ريت فضلنا صغيرين، ده اسمه زمن الطيبين. كنا بنستنى سنة 4 ابتدائي علشان نكتب بالقلم الجاف. تسألك أمك الساعة كام، تقول لها الكبير على 4 والصغير على 6. كنا نستنى الامتحانات علشان ما ناخدش الشنطة، ونلبس لبس جديد ونستنى الشهادة. وأول ما تبان تكون أول واحد رايح تجيبها. أكيد عملت حاجة من دي وانت صغير. كنت بترسم الشمس في زاوية الورقة، وكنت بتقفل باب التلاجة بالراحة علشان تشوف اللمبة بتطفي امتى. كان لما حد في البيت يطلب منك كوباية مية كنت لازم تشرب، وقبل ما تدخل تمسح بقك علشان محدش يعرف انك شربت. وانت نايم كنت بتغطي رجليك وجسمك كويس علشان محدش يطلع لك من تحت السرير او ياخدك. اكيد انت بتبتسم دلوقتي على الايام الحلوة الجميلة دي. وما تنساش قمة الفخامة ايام الابتدائية، لما الاستاذ يديلك طباشير واوراق ويقولك وصلها للاستاذ في الفصل التاني اللي جنبينا. بتمشي قدام الطلاب وبتحس انك باشا كده. ليت الطفولة تعود يوما، صباح الضحكة اللي من القلب. تحياتي لاخواتي وحبايبي واصدقاء عمري بجد والله. احمد فتحي، هشام ابو الفضل، احمد منصور، عبد الرحمن عادل، عبد الرحمن محمد، احمد علي، الجماعة الحبايب كلها. تحياتي لكم جميعا. وفي نهاية الفيديو صلوا على النبي.